السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. رئيس لجنة التحكيم في الفيفا كولينا يثور غضبا في الحكم المكسيكي، ويعترف بالظلم المنتخب المغربي أمام المنتخب الفرنسي، ويتخذ هذا القرار وينتصر للمنتخب المغربي. شاهد ماذا قال. لكن قبل الدخول في التفاصيل، عطر لسانك بالصلاة على النبي الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام، وضع لايك واشترك في القناة. بعد أن شهدت مباراة المنتخب المغربي والمنتخب الفرنسي أخطاء تحكيمية جسيمة من الحكم المكسيكي راموس الذي أدار هذه المباراة، وكان السبب الرئيسي في إقصاء المنتخب المغربي من المباراة النهائية في كأس العالم، فقد صرح رئيس لجنة التحكيم كولينا، وأدلى بتصريحات للإذاعة القطرية منذ قليل وقال: للأسف الشديد ما زال هناك حكام في الفيفا ما زالت تكيل بمكيالين، وهذا ما شاهدناه من الحكم المكسيكي راموس الذي أدار مباراة المنتخب الفرنسي مع منتخب المغربي، ويندهش أنه لم يحتسب ركلتي جزاء. وهنا نشاهد في هذه اللقطة كيف امتدت قدم المدافع الفرنسي على اللاعب المغربي. هذه ركلة جزاء صحيحة 100%، وكان على الفار أن يتدخل في هذه اللقطة. أما اللقطة الثانية فهذه جريمة في عالم التحكيم، فهناك مثل هذه الحالات تم احتسابها في هذا المونديال ركلات جزاء، والفار هو من احتسبها. وهنا نشاهد في هذه اللقطة كيف تم مسك اللاعب المغربي حتى سقط وسقط معه اللاعب الفرنسي، فهذه اللقطة كانت تستحق ركلة جزاء. وأعتقد أن الحكم لو احتسب هاتين الركلتين في الشوط الأول لكانت تغيرت النتيجة. وسوف أفتح تحقيقا شاملا مع الحكم المكسيكي وحكام الفار بسبب هذه المؤامرة التي فعلوها في هذه المباراة. أقصوا منتخب المغرب بالظلم، وسوف أستبعد هذا الحكم وحكام الفار من المباراة النهائية وفي أي مباراة بالفيفا حتى ننتهي من هذا التحقيق. وأنت عزيزي المشاهد، هل ترى أن المنتخب المغربي تعرض للظلم في هذه المباراة؟ شاركنا بتعليقك أسفل الفيديو، ولا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلك كل جديد.